أهلا بيكم في رحلة في عقولنا، السلسلة اللي بنحاول فيها سوا نفهم أكتر إزاي عقلنا بيفكر. وأكيد إزاي تفكيرنا ده بيأثر على كل حاجة في حياتنا. بالظبط. النهاردة بقى هنغوص في حتة كده كلنا بنروح لها كتير قوي، تفكير التبرير، لما العقل يزوق الغلط ويخدعك بالمنطق. الموضوع ده منتشر جدا. كم مرة بنسمع أو حتى بنقول لنفسنا أنا يمكن زعقت شوية بس أصل هو اللي استفزني، أو مثلا ملحقتش أعمل الحاجة دي كنت تعبان قوي بصراحة. يعني دايما في محاولة كده لإيجاد سبب يخلي شكلنا مقبول، صح؟ أيوة، ليه الميل ده؟ ليه بندور دايما على مبرر حتى لو من جوانا عارفين إن في حاجة مش مظبوطة؟ بصي، ده هو بالظبط اللي بنسميه تفكير التبرير. العقل هنا بيبقى شاطر قوي، يعني بيعرف إزاي يلاقي تفسير يبان منطقي ومقبول لتصرف ممكن يكون غلط. أو يرمي المشكلة كلها على حاجة برايا أنا. تماما. والفكرة إنه يعني هو مش كذب صريح، قد ما هو عملية تجميل للحقيقة زي ما تقولي. تجميل للحقيقة، حلو الوصف ده. العقل أصلاً بيكره التناقض، فلما نعمل حاجة عكس قناعاتنا أو الصورة اللي بنحب نشوف نفسنا بيها، بيحصل قلق كده جوانا، عدم ارتياح. طبيعي. فالتبرير ده أسرع سكة العقل بيلاقيها عشان يطفي القلق ده، حتى لو للأسف على حساب الصدق مع النفس. وفعلا الأمثلة حوالينا في كل مكان، زي الشاب اللي ممكن يسيب شغله فجأة ويقول لنفسه وللناس أنا عملت الصح، هم اللي ما كانوش مقدرين تعبي. أيوة، أو تلاقي حد يجرح حد بكلامه ويقولك إيه، أنا صريح يا جماعة واللي في قلبي على لساني، هي اللي حساسة زيادة عن اللزوم. بالظبط. أو الشكل التاني بقى اللي هو الهروب من المسؤولية. ده منتشر جدا. الزوج اللي مش بيقوم بدوره، الموظف اللي مقصر، وتلاقي المبرر جاهز. معلش أصلي مضغوط نفسيا، والله الظروف أقوى مني. المشكلة بقى زي ما بنقول إن المبررات دي مسكنات، بتريح وقتها لكنها بتمنعنا نعالج أصل المشكلة، السبب الجذري. تمام. وده اللي بيخليني أسأل، طب إيه تمن الاعتماد على التبرير ده على طول؟ أكيد الموضوع له عواقب. عن غلطنا الحقيقي، ولو مش شايفين الغلط طب هنصلحه ازاي أو نتعلم منه؟ صحيح. تانياً، بيوقف النمو والتطور الشخصي. الواحد بيفضل محبوس في دور الضحية أو إن الدنيا هي اللي ضده، وده بيمنعه ياخد مسؤولية حياته بجد. وبيأثر على العلاقات كمان، مش كده؟ جداً. ثالثاً، بيهد العلاقات. بدل ما الواحد يقول أنا آسف أنا غلطت، بيقدم مبرر، والمبرر ده ممكن يزود المشكلة أصلاً ويجرح اللي قدامه أكتر. والنقطة دي خطيرة قوي، إن الواحد لما يفضل يبرر بيستسهل الغلط نفسه بعد كده، كأن الضمير صوته بيضعف. صح، بيوطى شوية بشوية مع كل مبرر، والقلب ممكن يقسى وما يبقاش حساس للصح زي الأول. طب والحل؟ الموضوع يبان صعب. بص، هو الحل مش مستحيل على فكرة، هو بس محتاج وقفة مع النفس وصدق. أول خطوة هي اللي بنسميها اليقظة الذاتية. يعني إيه؟ يعني الواحد ينتبه لأول فكرة تبرير بتجيله أول ما يعمل حاجة غلط، ويسأل نفسه بصراحة شديدة، ده السبب الحقيقي ولا دي حجة عشان أهرب من إحساسي بالذنب أو المسؤولية؟ تمام. وبعد ما نتب؟ تيجي الخطوة التانية، المواجهة. مواجهة الحقيقة دي. نفتكر دايماً إن المبرر مش بيغير الواقع، الغلط هيفضل غلط. الشخص القوي فعلا مش اللي بيلاقي أحسن مبرر. بالظبط، القوي اللي عنده شجاعة يعترف بغلطه ويحاول يصلحه. وهنا بقى القرآن الكريم بيدينا بوصلة واضحة جداً. سبحان الله، آية عظيمة فعلا. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الله. يعني مهما قلنا ولفينا ودورنا وقدمنا أعذار الدنيا، من جوانا عارفين الحقيقة. تماماً. وده بيودينا لأهم عنصر في العلاج كله، الصدق. الصدق مع النفس أولاً وقبل كل شيء. وده بيفكرني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. عليه الصلاة والسلام. الصدق مع النفس ده هو بداية التغيير الحقيقي. لما الواحد يكون صادق هيشوف نفسه صح، وبالتالي هيقدر يصلح ويتحسن. وأخيراً بقى، في قوة كبيرة جداً في الاعتراف. كلمة أنا آسف، أو أنا غلطت في الحتة دي، أو حتى كان ممكن أتصرف أحسن. دي مش ضعف خالص زي ما ناس كتير فاكرة. أبداً، دي قمة الشجاعة وتحمل المسؤولية، وهي دي اللي بتفتح باب التصالح مع نفسنا أولاً ومع الناس اللي حوالينا. يعني الخلاصة إن تفكير التبرير ده ممكن يكون مريح في لحظتها،
لكنه بيضيع علينا فرص حقيقية للتغيير والتطور. هو طريق مختصر لكنه مش بيوصل للمكان الصح. لو عايزين نكبر بجد لازم نخلي بوصلة الضمير دي شغالة ومنورة جوانا، ونقاوم إغراء الأعذار السهلة دي. بالظبط كده، المواجهة الصادقة هي دي بداية النمو الحقيقي. كلام مهم وعميق جدا. طيب رحلتنا في عقولنا لسه مكملة أكيد. إن شاء الله. الحلقة الجاية بإذن الله هنروح لنوع تاني من التفكير، نوع كده بيسرق مننا السلام الداخلي والفرحة، بيخلينا عايشين في مقارنات على طول مع غيرنا. مقارنات في الشكل، في الشغل، في الفلوس، في العلاقات، حتى ساعات في العبادة للأسف. هنكتشف سوا ليه بنقع في الفخ ده، والأهم إزاي نتخلص منه. استنونا في الحلقة الجاية وعنوانها تفكير المقارنة، لما تبص في مراية غيرك وتنسى نفسك. موضوع شيق جدا ومهم. خليكوا معانا.